ما ينفعش يبقى فجر بقى. احنا عمالين نشوف كل حاجه فيها فجر. كل حاجه فيها ما حدش راضي يبطل. طب ايه علاقه ده بوسام؟ ما هو النهارده انت مش عايز تبيع وسام ليه؟ كل شويه يجي لك وسام ب5 مليون وبعد كده تقول ايه لا، وبعد كده يجي لك ب8 مليون. هو عايز يعظم موارده يعني. يقول ايوه انت بس خايف ان بعد كده ما يتلغي طبعا طبعا زي ما حصل مع زيزو. اهلا بيكم. النهارده هنكشف الستار عن قصه وسام ابو علي. ليه الاهلي استبعد وسام ابو علي من معسكر الفريق في تونس؟ كمان ليه الاهلي رفض يبيع وسام ابو علي مع انه العرض مغري جدا جدا؟ عندنا النهارده خبر مهم جدا جدا عن لو اليو ديانج رفض التجديد للنادي الاهلي يا ترى هيحصل ايه؟ وهل مصطفى محمد حقيقي هيكون في نادي الزمالك؟ كل التفاصيل هنعرفها مع بعض، بس تابعونا لنهايه الحلقه. ما تنسوش في البدايه بعد اذن حضراتكم اعملوا لايك للفيديو علشان تشجعونا نعمل مزيد من الفيديوهات، ولو انت مش مشترك في قناتي يا صديقي انضم لقناتي واشترك علشان يوصلك كل جديد. النهارده اتفاجئنا بان النادي الامريكي قال اني لم نجد احتراما من النادي الاهلي خاصه في التعاقد مع وسام ابو علي. ايه اللي يخلي الاهلي يرفض يبيع وسام ابو علي ب 7 مليون و500 الف دولار مع ان الاهلي كان طالب 5 مليون دولار بس؟ حاجه غريبه جدا. وكمان اللي شفناه جديد ان استبعدوا وسام ابو علي من قائمه الفريق او من معسكر الفريق في تونس. وسام ابو علي عمل كام حاجه خلى محمد يوسف وخوسيه ريبيرو يجتمعوا اجتماع طارئ جدا علشان يستبعدوا وسام ابو علي من قائمه المعسكر الفريق في تونس. رقم واحد، وسام ابو علي عدم قيامه باجراءات الفحوصات الطبيه اللازمه قبل السفر لتونس، وده خلى ناخد لفت نظر لوسام ابو علي ليه عمل كده. الحاجه الثانيه ودي اللي بنسبه 100% ان وسام ابو علي بيلوي دراع النادي الاهلي فيها عدم التزام وسام ابو علي في تدريبات النادي الاهلي بدون اذن، وده اللي خلى محمد يوسف هيتجنن. في عقوبات كتير جدا نزلها الاهلي امبارح بسبب عدم الالتزام لاي لاعب في الفريق. وسام ابو علي عدم التزامه وعدم قيامه باجراءات الفحوصات الطبيه ده اللي خلاه استبعد من معسكر الفريق في تونس، مش حاجه تانية. عشان الاعلام وكل الانديه وكل القنوات طالعه تتكلم في حاجات شبه انها مش صحيحه. لكن تعالوا بس هقول لك ليه الاهلي رفض يبيع وسام ابو علي. وسام ابو علي حاسس ان هو ماسك الاهلي من ايده اللي بتوجعه. انت كنت طالب 5 مليون دولار لكن العرض بتاعي وصل 7 مليون و500 الف دولار. طب ايه اللي يعود على النادي الاهلي لو الاهلي باع اللاعب؟ واحد، الاهلي هياخد مبلغ ضخم جدا وهينعش خزينه النادي الاهلي. اثنين، الاهلي عنده عرض من النادي الامريكي ب 10% في حين بيع اللاعب الفتره القادمه. يعني الاهلي يا سيدي مرتاح جدا جدا في كل اللي هيعمله مع وسام ابو علي. الاهلي رفض بيع وسام ابو علي لان حس ان وسام ابو علي بيلوي دراع النادي الاهلي بعدم التزامه في التدريبات وقيامه بالاجراءات والفحوصات الطبيه. ده اللي خلى الاهلي يرفض تماما رحيل وسام ابو علي. طب نروح لموضوع اليو ديانج. ايه موضوع اليو ديانج وهل ديانج هيجدد للاهلي؟ بص يا سيدي، النهارده كان في بعض الاخبار على مواقع النادي الاهلي بتقول ان وسام ابو علي خلاص موضوع انتهى ومش هيرحل. نروح بقى لموضوع ديانج. موضوع ديانج، لو ديانج محمد يوسف ما قدرش يقنع اللاعب بالتجديد او مد عقده مع النادي الاهلي، يا سيدي بكل بساطه الاهلي هيبيع ديانج في يناير المقبل. يعني لو مش هتجدد هيتم بيعه في يناير المقبل، وده كلام نهائي ومفيهوش اي فصال. نروح بس للحاجه الجميله جدا، الكابتن مصطفى محمد. مصطفى محمد المتألق اللي هو بصراحه من اللعيبه اللي اشيد بيها، يسعى جاهدا ممدوح عباس لضم مصطفى محمد للزمالك. مصطفى محمد طلع وكذب كل الاخبار وقال برفض تماما الاخبار الفيك دي، مفيش حاجه اسمها هروح نادي الزمالك ولا ممدوح عباس بيسعى جاهدا لضمي. كل الاخبار اللي سمعتوها عن مصطفى محمد وعن تواجده في نادي الزمالك خلاص يا سيدي انتهت. مصطفى محمد مش هيلعب في الزمالك. لكن النهارده كان في خناقه في اوضه اللبس مع النادي الاهلي على رقم 10. يا ترى هيلبسها محمد شريف ولا جريدي شار؟ جريدي شار اتنازل عن رقم 10 لمحمد
محمد شريف. ان شاء الله نشوف تيم قوي في المباريات الوديه اللي جايه، نشوف الاهلي في تألق دايما وبارز. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.